السلام عليكم. النهاردة حبيت ان انا اوريكم حاجة بسيطة وسريعة في البوجيهات. زي ما احنا شايفين هنا البوجيه وهو شغال كأنه جوه العربية بالظبط. هنلاقي هنا هو البوجيه ده دبل إيريديوم، والبوجيه ده النيكل الستاندرد العادي خالص. الفرق ما بينهم واضح. هتلاقي هنا قوة الشرارة اكبر، الشرارة منتشرة باستمرار ما بين القطب الموجب والسالب. هنا هتلاقي الشرارة اضعف شوية، وهتلاقي كمان احيانا بيحصل كده لو انت خدت بالك هتلاقي بيحصل ان الشرارة بتطلع من اماكن مختلفة ما بين القطب الموجب والقطب السالب. وما بيحصلش هنا بسبب ان عندنا هنا البوجيه الدبل إيريديوم بتلاقي القطب الموجب مدبب جدا ورفيع جدا، فبالتالي بيكون الشرارة بتطلع من نقطة واحدة مركزة في القطب الموجب للقطب السالب اللي من بره ده اللي فوق. اما هنا القطب الموجب مساحته اكبر، فوارد ان يطلع الشرارة الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب من اكتر من مكان. ده هنا ممكن يعمل لك اهتزازات في الموتور، وممكن يخلي استجابة البنزين معاك مش احسن حاجة. هنا في الدبل إيريديوم هتلاقي استجابة الموتور معاك احسن، استهلاك البنزين احسن، تلاقي الموتور ستيبل اكتر، مفيش اهتزازات بشكل كبير. ده غير طبعا ان هنا العمر الافتراضي الدبل إيريديوم بيوصل ل100,000 كيلو او 5 سنين، هنا 20,000 كيلو او سنة واحدة بس. فأتمنى يكون الفيديو ده وضح لكم الفرق ما بين الإيريديوم والستاندرد.